لو شخص انت كنت بتحبه قوي وكان عزيز على قلبك قوي سابك، ومش كده وبس، ده سابك وأهانك وقل أدبه وتلفظ بألفاظ مش كويسة، تعمل ايه في الحالة اللي زي دي؟ أول حاجة عايزك تحمد ربنا، تحمد ربنا انه بان على حياته، بنت اخلاقه. اسأل نفسك كده، هو انا كنت هكمل ازاي مع واحد بالاخلاق اللي مش كويسة دي؟ كده بالك احمد ربنا ان هو بعده عن طريقك. تاني حاجة، اوعى ترد عليه، اوعى ترد عليه، سيبه زي ما هو كده، يتلفظ بألفاظ مش كويسة ويكلم الناس اللي حواليك عنك بطريقة مش كويسة، سيبه، تجاهل، عرفه اخلاقك انك عمرك ما هتوصل انك تبقى زيه كده. ما تردش عليه في اي حاجة هو بيعملها، هو بيعمل كل ده علشان يشوفك انت هتعمل ايه، بيستفزك بمعنى الكلمة. فطول ما انت متجاهله، ما انت شايفه اساسا، محسسه ان هو ملوش وجود، طول ما هتلاقيه عمال بيفرك وبياكل في نفسه. فلو ده حصل من شخص انت كنت بتحبه، لا تعاتب ولا تتكلم ولا تعمل اي حاجة، تجاهل ولم ما بقي من كرامتك واتكل على الله. هو هيعرف قيمته لما انت تسيبه. واعرف ان مش كل العلاقات دايما بتبقى الناس بتفارق بأدب، في ناس بتفارق بقلة أدب، فتوقع ان ده ممكن يحصل في يوم من الأيام. فلو ده حصل لا قدر الله، ما تردش على حد فيهم خالص وتجاهله تماما ولم كرامتك واتكل على الله.